كل المحبة والسلام لمشاهدي الكرام. كان قوم سبأ في اليمن في العصور القديمة يتمتعون بجنان الأرض، والخير يعم البلاد، إلى درجة أن المؤرخين قالوا إن المرأة تحمل فوق رأسها الإناء وتمر من تحت الشجر، فمن كثرة الفاكهة تسقط فتملأ الإناء دون أن تمد يدها وتقطف الثمار، حتى تصل البيت يكون الإناء قد امتلأ بالفاكهة. طبعا حضارة اليمن من أقدم الحضارات على الأرض، وكان لهم جيش من أقوى جيوش الأرض أيضا، حتى أن القرآن الكريم ذكر قصة الملكة بلقيس وقصتها مع النبي سليمان. المهم، يقال أن سبب هذا الازدهار هو السد على النهر الكبير الذي يبلغ طوله 600 متر وعرضه 60 متر وارتفاعه 16 متر. فجأة ويحصل شرخ في السد وتكسر تماما، وبدأت السيول العارمة تمسح الأرض بما فيها ودمرت كل شيء، حتى أصبحت ديارهم خراب وانتهت حضارتهم إلى الأبد. قصة منطقية وواقعية جدا، وأخبرنا بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. ويقول: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. انتهت سبأ. في الماضي أعطانا الله مثل قوم سبأ، وفي حاضرنا اليوم وقبل سنوات قليلة كان المثل الآخر هو سقوط عدد من دولنا العربية بعد أن كانوا يعيشون بنعمة وأمان. لم يحمدوا الله، وغرهم التغيير القادم من الخارج والديمقراطيات الحديثة التي أطاحت بهم وجعلت الملايين منهم مشردين في دول العالم. عليك أن تعرف عزيزي المشاهد كيف تتعامل مع ما منحك الله من خير، ففي الشكر تزيد وتدوم النعم. وخير نعمة ينعمها الله على الإنسان هو الوطن، والوطن هو ليس أرض فقط، بل الأرض والإنسان الذي يعيش على هذه الأرض. وبالحب تحافظ على وطنك، أرضك، وأخيك الإنسان الذي يشاركك الأرض، فأن فقد أحدهم ضاع الوطن. ولا تظن أن الشكر هي تلك الكلمات المكونة من 3 حروف، وإنما فعل الخير ومحبة الآخر والقناعة فيما منحك الله من خير. فاشكروا الله عملا وليس قولا، ولا تكونوا مثل قوم سبأ. حفظكم الله.